بسم الله الرحمن الرحيم. الفرق بين المنادى النكرة المقصودة والمنادى النكرة الغير مقصودة. هتكلم عن الفرق في المعنى والفرق في الإعراب. الفرق في الإعراب انت بتشوفه وبتعرفه وانت فاهمه وهنقوله كمان. النكرة غير المقصودة منصوبة، النكرة غير المقصودة منصوبة. النكرة المقصودة بتبنى على ما ترفع به، يعني بيكون شكل النكرة المقصودة كأنه مرفوع. فأقول يا طالبة، يا طالبة استمعي جيدا. لكن لما أقول يا طالبة استمعي جيدا، يا طالبة هنا طالبة منادى نكرة غير مقصودة. لما أقول يا طالبان استمعا جيدا، طالبان ده مثنى والمثنى بيرفع تبقى دي مبنية وتبقى دي نكرة مقصودة. لكن لما أقول يا طالبين، يا طالبين استمعا جيدا، طالبين منصوبة، إذا هذه نكرة غير مقصودة. ده الفرق في الإعراب وانت الحمد لله عارفه. ايه الفرق في المعنى؟ هقول لك مثال يوضح الفرق في المعنى. لو انا دخلت الفصل وعمال اشرح وبعدين سامعه في صوت ومش عارفه مين البنت اللي بتتكلم، فانا عايزاه اقول لها تكلمي يعني اتكلمي، ما تبطلي كلام وركزي معايا، بس انا مش عارفه مين الطالبه دي، مش عارفه احددها او ما عنديش فرصه ان احددها، فهستخدم النكره غير المقصوده وهقول يا طالبه، يا طالبه استمعي جيدا، وهبقى باصه كده مش على حد، يا طالبه استمعي جيدا. لكن لو انا سمعت البنت اللي بتتكلم والبنت اللي مش مركزه وانا شفتها وقمت بصلها كده، هو مقصوده، مقصوده، بس هستخدم النكره مش هقول اسمها. فهقول يا طالبة، يا طالبة استمعي جيدا. فلما اقول يا طالبة دي نكرة مقصودة لاني انا بصت لها وبقصد بنت معينة. لكن لما بكون في المعنى بتاعي مش قصده بنت معينة، بوجه كلامي لاي بنت ممكن تكون بتتكلم ومش مركزة، فاقول لها يا طالبة استمعي جيدا. لكن لما اكون عارفاها اقول لها يا طالبة استمعي جيدا. فالمنادى النكرة المقصود هو ما قصد به نداء شخص معين تتوجه إليه بحديثك وحده، هو المقصود، ويبنى على ما يرفع به. أما النكرة الغير مقصودة لا يقصد بها نداء شخص معين، يبقى المقصودة في شخص معين، يا طالبة اجتهدي، في شخص معين وانت عينك عليه وقصده. إنما النكرة غير المقصودة شخص غير معين وانت ما بتقصدش حد وانت نيتك سليمة خالص. وشكرا للناس الجميلة الحلوة اللي بتدعمني وتعليقاتهم الجميلة اللي بتشجعني واللايك بتاعهم الجميل اللي بيشجعني، وبصراحة كلكم زي الفل، ربنا يسعدكم.